فالذي يريد الجنة لابد أن يعمل لها. لا تحط رجل على رجل وتقول والله أنا أريد الجنة. الناس كلها تريد الجنة، لكن الجنة تريد عمل. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا ما تأسف نفسك، الآن ترى النفس مثل الخيل، إذا ما تروضها لله ولا تعسف بك يمين ويسار. النفس تبغى الخمر، النفس تبغى الزنا، النفس تبغى الملهيات، النفس تبغى الوناسة. ما عودت النفس على انك تخطم خطام وتخليها في طريق واحد. ما تعودت النفس تبغى الوناسة. تعرف احنا ضعفاء، بني آدم ضعيف، لكن حينما تخطمها وتسوقها وتروضها لله، الله جل وعلا يحبك على طول، لأنه يعلم انك تجاهد. والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكنك تبغى الوناسة هنا وتبغى وناسة هناك، مستحيل. ولذلك الذي يلعب هنا سيبكي هناك. والله لذلك لابد أن تجاهد نفسك. اجعل أمام عينيك الجنة. الصحابة قدموا رؤوسهم ودماءهم وأموالهم من أجل الجنة. ومن الصحابة من غسلته الملائكة بين السماء والأرض من أجل الجنة، ومن الصحابة من اهتز عرش الرحمن من أجل الجنة. قدموا أرواحهم وأموالهم من أجل الله جل وعلا، فرضي الله عنهم، بل بشرهم بعضهم بالجنة وهو في الأرض يمشي. مثل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قرع نعلي بلال في الجنة، دفن عليه وهو في الأرض. يعني هذه همم عالية، فنحن لابد أن نرفع همتنا حتى لا تشغلنا الدنيا عن الجنة. أقسم بالله إذا ضاعت عليك الجنة فأنت خسران كل شيء.